شكرا كل من ساهم في نجاح هذه المبادرة التي كانت وليدة أفكار جامعة كرري، بمبادرة وبمشاركة كريمة من إخوتنا في المؤسسة التعاونية العسكرية ومنظومة الصناعات الدفاعية ووزارة الصحة ولاية الخرطوم، وكل من كان له يد العون والسبق في إنجاح هذا المشروع من أجل دعم إخوتنا الصامدين في فاشر الصمود، فاشر السلطان. وجامعة كرري في ديدنها في اتجاه الدعم الاجتماعي ومسؤوليتها الاجتماعية، كان لها هذا الدور وواجب في اتجاه قواتنا المسلحة لدعم أخواننا في الفاشر الوافدين الذين شردتهم هذه الحرب اللعينة، والدعم النفسي والصحي والاقتصادي. ومن قبل ذلك تقديم الشكر لهم، فقد كانوا فاشرا صمود، كانوا صمودا أقوياء، نصروا واستنفروا مع قواتنا المسلحة. نحن في غافلة أهل الصمود التي انطلقت من جامعة كرري ووصلت من يوم الجمعة 6 فبراير إلى الدبة، وحللنا في معسكر النازحين أهلنا الفاشر في العفاض بحمد الله، وبدت الفعاليات بالعيادات الطبية التي رأيتموها، وهنالك برامج ثقافية واجتماعية صاحبت الغافلة، منها الختان الجماعي لعدد 200 طفل، وتم ختانهم وكسوتهم بعراريق وهلالات وحريرة، وتوزيع الحلوى لهم والعصائر. كذلك تم إقامة دوري لكرة القدم لعدد 6 من الفرق من شباب المعسكر، والحمد لله. كذلك قمنا بمشروع حلاقة للأطفال، أطفال أهلنا من الفاشر، حلاقة انتظمت خلال هذه الفترة. كذلك إن شاء الله سيكون هنالك يوم ترفيهي للأطفال عبارة عن مسرح للعرايس تقوم به طالبات جامعة كرري. الحمد لله الآن في استقرار وفي حماس كما رأيتموه الآن، حماس عالي. نشكر فرقة التوجيه المعنوي بالفرقة 19 مشاه مروي.